ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هنعمل مع بعض فطيرة بطريقة جديدة وسهلة وبسيطة ومش مكلفة. حبينا ان احنا نغير من الحاجات التقليدية اللي احنا بنعملها. شايفين الجمال؟ شايفين جمال الفطيرة؟ هشة وطرية ازاي. الله على الجمال. الجمال اللي قدامك ده من نص كيلو دقيق بس. عملنا اللوحة الفنية دي. تنفع بقى لسحور، تنفع لفطار، حاجة كده تحفة. شايفين الجمال؟ شايفين هشة معايا ازاي وطرية؟ شايفين الحشوة بتاعتها؟ انا حشياها مربى. تقدري تحشيها اي حاجة متوفرة عندك. وزي ما احنا متعودين كل وصفاتنا بتبقى سهلة وبسيطة ومش مكلفة وعلى قد الايد. بس قبل ما ندخل ونشوف طريقة الجمال اللي قدامك ده، ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويا ريت تدعمونا بلايك. يلا بينا ندخل ونشوف طريقة الجمال ده. معايا اول حاجه نص كيلو دقيق، ومعايا باكو خميره، ومعايا باكو بيكنج باودر، ومعايا معلقه سكر كبيره، ومعلقه ملح صغيره، ومعايا تلت كوبايه زيت، يعني ربع وزايد عليه معلقه كبيره. هنزل عندي الاول بالبيكنج باودر والخميره، وهنزل فوقيهم بالسكر والملح، ونقلب المكونات الجافه مع بعض كويس. هنزل عندي بقى بالزيت، ونسمي بالله ونخلط المكونات مع بعض كويس. عندي بقى ميه دافيه للعجين، هنزل عندي بالميه تدريجي لحد ما العجينه تلم معايا. لو عندك لبن دافي برضه ممكن تعجني بيه. نسمي بالله بقى ونعجن. وده شكل العجينه بتاعتي بعد ما لميناها. هنزل فوقيها بمعلقه سمنه بدرجه حراره المطبخ، وابدا الم بقى العجينه بالشكل ده. وده شكل العجينه بتاعتي بعد ما لميناها. شايفين ملمس العجينه؟ طريه ولينه معايا ازاي، وما بتلزقش. هغطي عليها بقى واسيبها تخمر. وده شكل العجينه بتاعتنا بعد ما خمرت. بسم الله ما شاء الله. هنبدأ بقى نخرج منها الهواء. هبدأ اقسم عندي العجينة لكورتين بالشكل ده، او لثلاث كور متساويين حسب حجم العجينة. انا هقسمها عندي لثلاث كور. هنزل عندي فوق الكرة التالتة بمعلقة كاكاو خام. هنزل فوقيها برشة مية بسيطة. هرش عندي بقى على الرخامة رشة دقيق، وهبدأ افرد عندي العجينة السادة اللي هي مش عليها كاكاو.
هفرد عندي العجينه خالص بالشكل ده. وبعد لما فردتها بالشكل ده هفرد بقى عندي العجينه اللي انا عجنتها بالكاكاو الخام. هنزل بيها بقى فوق العجينه الاولانيه. هبدأ افرد عندي بقى الكرة التالتة. هبدأ انزل بيها بقى طبقة تالتة. هنبدأ نسوي العجينة على بعض. وبعد لما فردناها عندي بقى بالشكل ده هاجي عندي من النص بالشكل ده واقوم مقسماها. عندي مربى هحشيها مربى، اي حاجه متوفره عندك تقدري تحشيها بيها. لو عندك نوتيلا وبعد لما نزلت عندي بالحشوه هبدأ الفها من تحت القطع اللي احنا قسمناها مع بعض. هبدأ بقى الفها بالشكل ده. شايفين جمالها؟ روعة. وجبت عندي صينية دهنتها زيت ونزلت فوقيها بقى بالفطيرة الجميلة بتاعتنا دي. شايفين جمالها؟ هسيبها لما يتضاعف حجمها قبل ما ادخلها الفرن. وده شكل الفطيرة بتاعتنا بعد ما تضاعف حجمها. هدهن بقى وشها بيضة وحط عليها معلقة خل كبيرة. هدخلها عند الفرن على درجة حرارة 180 وهولع لها الفرن من تحت، ولازم الفرن يكون سخن قبل ما ادخلها. ولما تخرج من الفرن هوريكي جمالها. وده يا حبايبي شكل الفطيرة بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. شايفين جمالها؟ الله على الجمال، حاجة كده تحفة. واو، شايفين الجمال؟ الجمال اللي قدامي ده عملته من نص كيلو دقيق بس. حاجة سهلة وسريعة وبسيطة ومش مكلفة وعلى قد الايد. جربيها وان شاء الله تعجبك.